السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو النهاردة خاص للبنات اللي هم المقبلين على الجواز في بداية عمر الخطوبة بقى، أو اختيار عريس، أو اللي هي تعجب شاب معين. وبالذات البنات اللي عندهم مساحة إن هم يدوا قرار في العريس اللي جاي ده. طبعا بعد رأي أمك وأبوكي، لأن برضه هيبقى ليه وجهة نظر مفترض تحترم، يعني ليهم بعد معين. انت برضه هيبقى ليكي رأي. ف بالله عليكي لما تحكمي على الشاب اللي جاي، ما تحكميش عليه من مظهره ولا شكله، ولا بيتكلم وبيقول كلام حلو ولا لا، ولا بيحس بمناسبات معينة أو مشاعر معينة. هو طالع أهبل لوحده، هي مش محتاجة إن انت تضغط عليه. واللي طالع مفتح قوي وبياخد باله بقى من التكات والسيلز، ده تخافي منه أصلا. ممكن يكون جرب مع ده قبليكي، أو خد الخبرة من ده، من الحتة دي، من واحدة قبليكي. طب تدوري على ايه؟ تبص ايه في الراجل ده؟ الراجل ده اعتمادي ولا لا؟ بيحافظ على مواعيده ولا لا؟ قد كلمته ولا لا؟ مسؤول ولا لا؟ في اسرته مكانته ايه؟ ما يبقاش هلولة مثلا في اسرته بيتضرب بالجزمة هناك وتفتكري انه هيبقى راجل عندك في البيت خالص. ابوه وامه بيعتمدوا عليه ولا شايفينه لسه صغير ما بصاحب رأي؟ مش هقول انا ابن امه ولا ابن ابوه، لانه افترض ان هو يبقى ابن بر بيهم، يعني بيسمع كلامهم، بس هما بيعتمدوا عليه. في حاجات هو اللي بيروح يخلصها، في حاجات بيقول لا، لوالدته او لابوه، لا خليك قلت انا اللي هروح اعمل المشوار دوت، انا اللي اخلصه. اجتماعي ولا لا؟ يعني مناسباته الاجتماعيه على مستوى اسرته ومستوى عيلته بيحضرها ولا لا؟ في حاجات كده. بخيل وكريم ده بقى خضع، ده حاجه شخصيه يعني. اصل واحد بيبقى حريص وانت شايفاه بخيل، وفي واحد بيبقى كريم هو شايف نفسه كريم وانت شايفاه بخيل. انا شايف الموضوع نسبي، يعني موضوع بخيل وكريم ده نسبي. لان في واحده بتبقى خارجه من بيتها ابوها اصلا بخيل، وراحت لواحد هو بخيل هو كمان بس احسن من ابوها شويه، فشايفاه كريم. معايا؟ هي العبره بيبص على مظهره قوي بناء على حاجات تانية ولا لا؟ بيفكر في روحه هو بس بناء على حاجات تانية ولا لا؟ يعني اهم حاجه نفسه، اكله، شربه، لبسه. في شباب بيقول لك ما بياكلش في البيت، يعني بياكل بره على طول، سندوتشات بقى مع اصحابه ومش عارف فين ما بيحبش اكلهم. ده تخافي منه، مش هيبقى عيل كويس، مش هيبقى عيل اعتمادي مسؤول. لما بتحصل له أزمة بينهار ولا بيقف على رجله تاني؟ طرد من الشغل، عمل مشكلة مع مديره، حصل أزمة، ساب شغل. شوفي إيه الأسباب اللي ساب بيها شغله إيه. يعني مبيبقاش مثلا أصل مديري بيكشر في وشي، أصل زمايلي مش عارف منافسين عليا، أصل لا لا، دي أسباب تافهة، تعرف إنه عيل تافه. لو أسباب قوية الشركة صفت، المدير، إنما لو في مخالفات مالية عنده هو مش هيقول لك يعني. فده برضه يتعرف إذا كان هو راجل اعتمادي في الحتة دي ولا لأ. في نقط كده حط جوانب عليها. ممكن يكون دبش في الكلام، ما بيعرفش يقول كلمة عدلة، بس راجل كويس جدا. طيب ولا لا؟ تشوفيه رحيم ولا لا؟ يعني بعد دي بتتغير شوية بعد الخلف. في واحد بيبقى قلبه جامد كده، بس أول ما بيخلف ويشوف عياله تلاقي قلبه رق شوية، فبقى بتغير غير مظهره يعني. يعني انت ممكن تشوفي مظهر وتفاجئ بجوهر مختلف. الشاهد اللي انت في اختيارك للعريس المستقبل محتاجة تتأني قوي، تعرفي تفاصيل بغض النظر عن التفاهات. تشوف الحاجات المهمة ودي تحطيها كده في بلان تعمليها صح على كل حاجة. التفاهات خليها على جنب، الشكل والمظهر والكلام ده على جنب. الحاجات الأساسية هي اللي نركز عليها. وربنا يوفقك يا رب يا ست الكل. السلام عليكم.